الطبق ده من الأطباق اللي بهرتني جدا وقت ما دقتها في مطعم آسيوي، وحبيت أوصل للنكهات المختلفة الموجودة في الطبق ده، وقعدت أدوق كتير قوي علشان أميز ايه الحاجات اللي محطوطة جوه الطبق ده. وفعلا هو طبق في حلة واحدة بس خطير. تعالوا نعمله سوا. في طاسة سخنة على النار ضفت شوية من الزيت وسخنوا الطاسة قوي. دي قطع مكعبة من اللحمة وتكون خالية تماما من الدهون. اقلبها على نار عالية جدا عشان تاخد الصدمة. مجرد ما تاخد اللون ده هنزل عليها بكوبايتين من المية المغلية واسيبها تستوي تماما. زي ما انتوا شايفين ده شكلها بعد السوا. هضيف بصلة، هضيف عليها جزر مبشور، فلفل الوان، وكمان كرنب ابيض، وهضيف شويه من التوابل وهكتبها لكم بالتفصيل في الكابشن تحت الفيديو. هنقلبهم على نار متوسطه يا جماعه علشان اللحمه ما تتحرقش. هرجع اضيف نص كوبايه من الميه المغليه واعلي النار شويه مع مكعبين 3 من الزبده. اخر حاجة بحب اضيفها للوصفة دي الطماطم الشاري. قطعوها او حطوها سليمة زي ما تحبوا. ومجرد ما تشرب المية تماما بنزل بالرز البسمتي الابيض اللي انا سويته اوريدي، وطريقة التسوية هسيبها لكم تحت في الكابشن. هنغرف بقى كل الكلام ده، وعايزة اقول لكم بجد الريحة خطيرة. وصفة جديدة ومختلفة وهتعجبكم جدا. جربوها وبألف هنا.